تظل القضية الفلسطينية هي القضية المحورية للأمتين العربية والإسلامية، نظرا إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق مأساة، ولما يمثل الاحتلال الإسرائيلي من تهديد السلم والأمن الدوليين. وقد حان الوقت للقيام المجتمع الدولي مسؤولياته وتفعيل دوره من خلال صدور قرار مجلس الأمن الدولي ليتبنى مبادرة السلام العربية ووضع ثقله في اتجاه القبول بها. وبالنسبة للأزمة السورية التي طال أمدها وزادت خلال المعاناة للشعب السوري الشقيق وتفشي الإرهاب، وإننا نرى أن ما تضمنه بيان جنيف 1 يمثل مدخلا لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، مع تأكيدنا على أهمية أن لا يكون للنظام الحالي دور في مستقبل سوريا.